على منصة اليوتيوب ولا على منصة الفيسبوك. أسعد الله أوقاتكم جميعا. طبعا مثل ما قلنا أستاذ خالد، وهلا راح أعيد الفقرة اللي حكيت فيها شوي قبل شوي، إنه العملية هي عبارة عن محاولة كسب الوقت فقط وتهدئة الأسواق العالمية، وخصوصا إنه الأسعار كانت عم ترتفع بشكل كبير جدا. وبرجع بقول كلام مهم للغاية، إنه الاستراتيجية هي بالأساس إنه ما يصعد الدولار البرميل البترول أكثر من 110 دولار. هذا اللي بيهم، لأنه إذا زاد فوق 110 دولار يعني أصبحت مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة أسعار الوقود. 3 أشياء مهمة للغاية جدا بتأثر على الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل وشعبية الرئيس، وهذا أمر طبيعي جدا: أسعار الوقود، ومسألة الضرائب، ومسألة التأمين الصحي. الباقي إذا بتسأل الشعب الأمريكي أي واحد في الشارع وين إيران، ممكن يأشر لك بيفكرها بجانب فنزويلا أو بعد المكسيك. ما عنده الثقافة العالية جدا، والشعب الأمريكي ما بيهمه شو عم بيصير بالعالم بشكل كبير، لكن اللي بيهمه انه اليوم بده يركب سيارته بده يطلع لمكان ما يكون سعر الجالون البنزين اعلى من اللي بيعرفه هو. هذا هو مهم للغاية. اذا كان في فوارق نوعا ما، نعم ممكن، هذا امر طبيعي جدا، لكن ليس الفوارق الكبيرة اللي بيحس فيها المواطن الامريكي بالألم. هلا بالنسبة للنخبة السياسية الأمر مختلف تماما. فعبارة اللي حصل امبارح أنه شفنا إيران طلعت وأعلنت أنه هي انتصرت، وترامب طلع وزير دفاعه أو وزير الحرب الأمريكي طلع وأعلن أيضا بنفس الوقت انتصار الولايات المتحدة الأمريكية، وكل واحد بيروج لانتصار هائل جدا. طيب بالحسب اللي حصلت ال 12 يوم واللي دخل فيها ترامب آخر يوم ونهى على أساس المفاعلات النووية الإيرانية، وطلع بخطاب أيضا نصر كبير جدا وقال لك أنه نحن قضينا على المفاعلات النووية الإيرانية وترسانتها الصاروخية، وإيران تحتاج إلى سنوات طويلة جدا لتملك سلاح نووي، وأوهم الشعب الأمريكي كلياته أنه خلاص السلاح النووي ما ضل عند إيران واحد. طيب وين راح الكلام هذا كلياته؟ وين راح هذا الكلام كلياته؟ وتجي هنا بيلعبوا على الذاكرة الجمعية للشعوب، وبيعرفوا أن الشعوب ببساطة بتنسى كل الكلام اللي انحكى قبل. السياسيين بيعرفوا هذا الكلام، هذا أمر طبيعي جدا، لكن الشعوب بتنسى. اليوم حكيت شيء بعد شهر وشهرين وثلاثة تقدر تحكي شيء غيره، لأنه الشعوب ذاكرتها الجمعية ضعيفة جدا، وهذا أمر طبيعي. اليوم شفنا كمان الصبح الاثنين عم بيعلن انتصاره، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في إيران، وكمان الشعوب الثانية اللي موجودة اللي محسوبين على الشيعة كمان شفنا تطبيل وتزمير بكل مكان أنه انتصروا بالحرب. لكن في حقيقة الأمر شو هو الانتصار؟ شو معنى الانتصار عند الشعوب هاي كلياتها؟ هل عندما تفقد بنيتك التحتية كلياتها وتتدمر بلدك وتتدمر مؤسساتك الحكومية، هل هذا يعد انتصار؟ مجرد انك انت بقيت في الحكم مثلا؟ فهنا المفاهيم مختلفة تماما عن مفاهيم الدول التانية. طيب هنا الولايات المتحدة الأمريكية انت بشو انتصرتي؟ سؤال، على شو انتصرتي؟ هل فتحتي مضيق هرمز؟ لا. سيطرتي على مضيق هرمز؟ لا. سيطرتي على البترول الإيراني؟ لا. طيب انت شو غيرت النظام في إيران؟ لا. شو الإنجاز اللي عملتوه انتم بالولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا أنا بحكي على اليوم وامبارح، أنا ما عم بحكي مستقبل وكذا. شو الإنجاز اللي عملتوه لحتى تطلع انت قدام الشعب الأمريكي كلياته وتقول نحن انتصرنا على إيران؟ ما انتصرت ولا شيء نهائيا. هلا هون الحسابات مختلفة تماما عن حسابات إسرائيل، وتحدثت هذا بحلقات طويلة جدا سابقا، أنه مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل تتوافق في ضرب إيران، لكن أسباب ضرب إيران عند كل دولة من الدولتين مختلفة عن الآخر.
ترامب يريد أن يسيطر على ماذا؟ على مضيق هرمز، مع أنه مضيق هرمز ما بيستورد منه برميل واحد بترول. ليش بده يسيطر عليه؟ لحتى أمريكا تكون هي ضابطة إيقاع الأسعار البترول في العالم كلياته، بعد ما سيطرت على النفط الفنزويلي. فإذا أمريكا سيطرت على مضيق هرمز، هي سيطرت على الصين، سيطرت على أوروبا، سيطرت على جنوب شرق آسيا، دول عديدة جدا اللي بتستورد البترول من الشرق الأوسط. فالعملية هي مو أني أنا أحط إيدي على البترول وأبيع أنا البترول وكذا، لا، مجرد أنك أنت تسيطر على المضائق المائية كلها في العالم، فأنت سيطرت على التجارة العالمية كلها. وهذا هو الهدف اللي تسعى إله الولايات المتحدة الأمريكية. طيب هل مصلحة إسرائيل أنه تسيطر أمريكا على مضيق هرمز مشان هيك إسرائيل بدها تضرب إيران؟ لا، الهدف بالنسبة لإسرائيل مختلف تماما. بالنسبة لإسرائيل إيران عدو وجودي، واللي بيهدد وجود إسرائيل وامتلاكه للسلاح النووي وقوة وترسانة صاروخية كبيرة جدا يهدد وجودها، فلا بد من إنها إيران والأذرع الإيرانية اللي موجودة في الإقليم، وخصوصا هي فقدت وظيفتها من زمان. يعني كلها حزب الله فقد وظيفته، الحوثي فقد وظيفته، الحشد الشعبي الموجود في العراق بفراغ أساسا من عام 2003، فراغ وظيفي. وانت عندك جاي حلف جديد عم بيصير قريب منك، اللي هو الحلف التركي السعودي السني القادم السوري الجديد، اللي هو عم بيتشكل وممكن يكون بكرة أخطر من الحلف الإيراني نفسه. طبعا هون بدنا نقول نقطة مهمة جدا، بأن كل الحروب اللي بتحصل على المنطقة هي حروب معابر، نعم، سواء كانت معابر طاقة ولا معابر مائية. وكنا نسمع دائما كلام في الإعلام بشكل كبير جدا من المحللين السياسيين وغيره خلال السنوات اللي فاتت كلها. ماذا كانوا يتحدثون؟ يتحدثون أن الحروب القادمة هي حروب على المياه، وكل الناس كانت تظن أن الحروب القادمة هي حروب على المياه الحلوة، لكن في حقيقة الأمر هي مو على المياه الحلوة. الحروب القادمة هي على المعابر المائية البحرية، سواء كانت بين البحر الأسود والمتوسط، أو المحيط والبحر المتوسط، أو البحر الأحمر والمحيط. هاي المعابر كلياتها، قناة بنما، جزيرة غرينلاند، باب المندب، هرمز، جبل طارق، مستقبلا ما بين اسبانيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، هذا قادم أيضا بعد فترة. فالحروب هي حروب السيطرة على المعابر المائية كلها. أما حروب إسرائيل واللي توافقت مع الولايات المتحدة الأمريكية لضرب إيران مختلفة تماما. يعني بكرة هل سيكون العداء التركي الأمريكي هو نفس العداء الإسرائيلي التركي؟ لا، كل واحد راح يكون عنده سبب مختلف عن الآخر. وهنا النقطة اللي بدنا نفهمها، أنه ليست كل المصالح الأمريكية متوافقة مع المصالح الإسرائيلية، لا أبدا. واللي جمعهم على ضرب إيران، اثنيناتهم عندهم مصلحة في ضرب إيران، لكن مصلحتين مختلفتين عن بعضهم البعض. طبعا هلا أنا عم بعرض خريطة على اليوتيوب والفيسبوك، هاي المشاريع اللي كانت تحلم فيها إيران وتركيا، واللي كان المفروض تستثني منها إسرائيل. خريطة موجودة الآن من إيران، شوف الخط الأخضر اللي طالع على عبر الأراضي التركية، وكانت تركيا تحلم بالخطوط اللي جاية من الدول القفقازية السبعة وتجتمع في نقطة في تركيا، وبعدين تنتقل إلى أوروبا. هذا المشروع اللي عم بتقاومه إسرائيل الآن، اللي حيطه أنا بالخريطة وعم بشرح لكم إياه. هلأ في خريطة تانية هون نفس الشيء تماما. هذا المشروع اللي كان تحلم فيه إيران أيضا أنه ينتقل إلى كردستان العراق، ومن كردستان العراق إلى الأرض السورية، ومنها إلى الساحل السوري. وهاي الخريطة هاي اللي أنا عارضها حاليا هي اللي خريطة اللي كان يتحدث فيها توم بارك قبل يومين. طبعا هاي الخرائط قديمة جدا، أنا شارح عليها خلال السنوات اللي فاتت، بس حبيت حاليا بس أعرض هيك نظرة سريعة أنا مرة أخرى لحتى أذكركم شو بيقصد توم بارك. توم بارك
عم بيلعب لعبة كبيرة على الحكومة السورية الآن، واللي صدقوا كلياتهم وطلعوا وقالوا لك إنه هي ممكن تتنفس. توم مبارك بيوهم الجولاني بأنه إذا سقطت الحكومة الإيرانية فالبترول الإيراني عبر العراق ممكن إنه نحن نجيبه على السواحل السورية، ومن السواحل السورية ينطلق إلى أين؟ إلى أوروبا مرة أخرى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل إسرائيل ستسمح بهذا المشروع واللي عم بتقاتل عليه سنوات طويلة جدا، وضرب إيران وحصار تركيا من ناحية قبرص واليونان والدول هاي كلها، راح تسمح بهذا المشروع اللي توم مبارك عم بيروجوا الآن وبيضحك فيه على السوريين إنه هذا المشروع ممكن نعمله؟ لا أبدا، مستحيل. لأنه مهمة توم مبارك هي بالأساس هو الشيطان الأكبر، اللي هو بيعمل حركة هنا، يعمل حركة هناك، يشعل حرب هنا، يشعل حرب هناك، بحيث أنه يوهم الناس اللي موجودة كلياتهم هو كله معاهم. يعني توم مبارك موهم لبنان والحكومة اللبنانية أنه هو مع الحكومة اللبنانية، وهو اللي بيتمنى لبنان جميلة كونه هو لبناني. راح على العراق وتحدث مع العراقيين أيضا وقال في مستقبل كبير للعراق، لكن عليكم أنه ما تتدخلوا بالضربة القادمة إلى إيران، وأوهمهم أنه العراق راح يكون الطريق اللي أنا هاي اللي حطيت خريطة تانية الخضراء اللي من العراق، ومرة تانية البترول إلى سوريا، ومن سوريا إلى الساحل، ومن الساحل مرة أخرى إلى وين؟ إلى أوروبا. وعندك الخريطة كمان نفسه من فوق يوهم الإيرانيين أيضا أن المشروع ممكن يقام من إيران إلى تركيا فورا، ومن تركيا أيضا إلى أوروبا. طبعا هنا في القطري، الأنبوب القطري اللي راسمه أنا هون بيروح من قطر، المملكة العربية السعودية، الأردن، إلى سوريا وتركيا، ومن ثم أوروبا. هاي المشاريع كلها هي مشاريع ضد إسرائيل اللي حيطها أنا بالخريطة الآن وعم بشرح عليها. فالصراع كلياته إنه توم مبارك عم بيلعب على كل الأطراف الإقليمية، وبيوهم الكل إنه أنتوا كلياتكم راح تكونوا جزء من المشاريع القادمة في المنطقة هاي كلياتها. هو في حقيقة الأمر ولا حدا من هدول غير إسرائيل اللي راح تكون كل الخطوط عن طريقها حقيقة. ف شايفين نحن هلا بالخريطة الثانية شلون بدها تيجي الخطوط اللي جاية من شمال افريقيا وعبر مصر والى اسرائيل، ومن اسرائيل هي اللي راح تتوزع. يعني حتى الخطوط اللي بدها تروح لسوريا نفسها، تبيع سوريا نفسها، هي راح تكون عن طريق اسرائيل في المستقبل. هذا هو الصراع، الخرائط هاي كلياتها اللي موجود واللي عم بيقاتلوا عليه كلياتها. هلا الخريطة الثانية الموجودة هي حقول الغاز اللي اكتشفت قبالة سواحل الغزاوية أو غزة، والمشروع اللي حصل في غزة كلياته بسبب هذا المثلث الغازي الكبير جدا. طبعا هذا المثلث الغازي له امتداد يصل ويطمع فيه الأتراك بشكل كبير، لذلك شفنا الأتراك ما عم بيدعموا غزة وواقفين مع غزة لسواد عيون الفلسطينيين أو القضية الإسلامية أو قضية القدس كما يروج أردوغان وغيره. لا، الكل بده حصة من حوض المتوسط. فلذلك بنشوف كل المسائل اللي دولية اللي عم تحصل. ما يجري بالخفاء مختلف تماما عن ما يتحدثون فيه بالإعلام. صراعات هي صراعات اقتصادية بنيوية في المنطقة كلياتها. نحن بأهم منطقة حيوية بالعالم كلياته، اللي هو عقدة خطوط الطاقة في العالم كله، وهذا نقطة مهمة للغاية لازم نفهمها. فالنقطة هاي نعم مهمة كتير، والنقطة اللي بتجمع نقاط عديدة جدا، نقطة باشور كردستان، نقطة جبل الباشان، ونقطة شرق الفرات أيضا. في عندنا كمان نقطة إسرائيل اللي هي النقاط كلياتها. والصراع ما بين الأتراك بال2016 إلى الآن أنه تركيا تحاول بأي شكل من الأشكال بتكون هي أيضا عقدة لمعابر الطاقة اللي موجودة، لأنه الأتراك لا يتخيلون أبدا أنه تركيا الضخمة اللي هي نافذة آسيا والعالم الإسلامي كلياته على العالم الغربي، تركيا اللي هي جسر ما بين البحر الأسود والبحر المتوسط، تركيا اللي هي
جسر الثقافات الإسلامية ما بين العالم الغربي، أنه هي تستثنى من هاي الكلها، يعني من الخريطة هاي كلها. احنا بنعرف أنه موقع تركيا الاستراتيجي الهام لكل الدول العالمية كان في السابق. هلا هذا الدور الوظيفي عم تحاول إسرائيل تقتلعه من تركيا، أنه أنت خلاص ما بقيتي أنت الجسر المهم، مالك الجسر المهم اللي يربط بين الاتحاد السوفيتي سابقا ومع أوروبا سابقا يعني، ولا أنت الجسر اللي بيربط ما بين أوروبا وآسيا، ولا أنت الجسر اللي بيربط ما بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. هنا تصدع الجسر التركي، واللي صدعته كلها مين؟ إسرائيل حقيقة بالسنوات اللي فاتت بالتعامل مع الإمارات والضغط على الاقتصاد التركي وإضعاف الجيش التركي، وهو بأسوأ حالاته الآن الموجودة. فهذا نقاط مهمة بالغاية لازم نحطها بالحسبان لحتى نفهم شو اللي عم بيصير. هلا كل هذا اللي بيصير، هل من المعقول يجوا الإسرائيليين والأمريكان يوقفوا الحرب على إيران ويلغوا كل هالمشاريع هاي وتنجح الدول الثانية المعادية لمشاريعهم في الإقليم؟ هذا شيء هراء ومستحيل ولا يمكن أن يكون. تفضلوا. تماما، يعني لحتى تكتمل كامل النتائج، لحتى توقف الحرب. قبل هيك لا، كل ما يسمى مفاوضات وبنود اتفاق أنا شايفه مجرد هيك تضيع وقت. هلا أبو كميل، هلا عمر. يسعد مساكم يا جماعة. هلا أبو كميل، هلا على الجستات فردا وعلى التعليقات وعلى الفيس، كله إلا فئة. نعم يا أبو كميل. أستاذ نبار حكيت كم نقطة مهمة، بس إذا في إمكانية مداخلة شوي صغيرة بالنسبة لأمريكا ومضيق هرمز وشو إسرائيل وأمريكا مصالحهن. أغلبها انحكى. إحنا بنعرف إنه إسرائيل مصلحتها في الشرق الأوسط، أول إشي السيادي من ناحية دولة عظمى، وما حي إشي اسمه تهديد كياني لدولة إسرائيل. نعم. أمريكا من الشق الثاني مصالحها كلها اقتصادية. أنت حكيت على السيطرة على مضيق هرمز وهيك تتحكم في إيران وباقي دول آسيا مع إنه روسيا الشريك لأمريكا، أظن إنه بتوافقني في هاي النقطة. الحكي كله على إيران. أما أنا عندي سردية ثانية بدي أطرحها، بعرفش كانها واقعية ولا لا. هل يمكن إنه كل هاي الشغلة مش السيطرة على مضيق هرمز، تعطيل مضيق هرمز وبالتالي تفعيل قناة بنما واستغلال النفط الفنزويلي والموارد الكندية وقوة العمال المكسيكية لنقل مركز الصناعة العالمي اللي بيتعلق البترول والمواد الغذائية والصناعية كلها لشمال أمريكا، بما إنه أمريكا مسيطرة على قناة بنما وعلى النفط الفنزويلي وعلى كندا. بتقدر تقول شو بدها أمريكا بتعمل في كندا؟ هل هذا الاشي بهاي الناحية بتمحى إيران، بتمحى الصين عن الخارطة؟ ودول الخليج زي ما احنا مش معترضين انه لازم انتاج النفط تبعهن ينزل كثير من نسبة، هذا ينشف، وبهاي الشغلة بتوصل لمصلحتها. سؤال وسردية لا، جزء من الموضوع بتفق معك فيه، بس الهدف مو انه ولا تنقل الصناعة كلها الى امريكا الشماليه. لا بالتالي السيطره على الاقتصاد العالمي والربط بالدولار والتعامل في الدولار، هاي النتائج تبع هاي الشغله. هذا قصدي. خليني اعطيك معلومه اخرى. الولايات المتحده الامريكيه تسعى الى كبر حجم خريطتها وعدد سكانها، لانه انت عم تواجه الصين اللي عدد سكانه 1.5 مليار، وعم تواجه الهند تقريبا مستقبلا اللي عدد سكانه ايضا 1.5 مليار. الولايات المتحده الامريكيه حابه تضم امريكا الشماليه كلياتها، حتى معبر دارين اللي بيفصل الامريكتين، الامريكا الشماليه عن الامريكا اللاتينيه. فبتحاول من نوعا ما انه يعني تستولي على كندا، سواء كان يعني عسكريا ولا كان بالطرق السلميه، وهي بتحاول بالطرق السلميه، يعني انه كندا كلياتها بتصير جزء من الولايات المتحده الامريكيه، مكسيك ايضا بتصير جزء من الولايات المتحده الامريكيه، كولومبيا طبعا، لحتى مضيق دارين
عندك انت كوستاريكا والدول هاي كلياتها اللي تعتبر هي امريكا الشماليه انه تكون ضمن امريكا هي نفسها. هنا حققت نسبه سكان عاليه جدا، وانت بتنقل كل المشاريع يعني من مثلا صناعه الرقائق الموجوده في تايوان بتنقلها الى امريكا. الصناعات اللي ما بتصنعها الولايات المتحدة الأمريكية بتصنعها الهند والصين، بتصير تصنع منها الولايات المتحدة الأمريكية، بتستفيد من الأيدي العاملة المتوفرة بشكل كبير. والمكسيك دولة يعني عملاقة جدا. يعني إذا الدول هاي كلها انضمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية معها كانت حقق لها مساحة هائلة جدا، وبنفس الوقت زاد عدد سكانها بشكل كبير جدا، بحيث أنه تصير تقارع الصين وتقارع الهند مستقبلا بسبب القوة البشرية اللي موجودة. فالأهداف نعم نوعا ما متشابهة عن الكلام اللي حكيته، لكن بطريقة مختلفة شوي، لأنه هدول بيحسبوا حساب سنوات طويلة جدا. يعني وحتى بيعرفوا أنا اليوم بدي أدعم الهند وبخلي الهند قوة صناعية أيضا مثلها مثل الصين. ليش مين خلى الصين تصير كل القوة التجارية الموجودة حاليا والصناعية؟ هم نفسهم الولايات المتحدة الأمريكية لما راحوا استثمروا 50 تريليون دولار فقط الشركات الأمريكية، ونقلت كل صناعاتهم إلى وسط الصين، وتم سرقة التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية من قبل الصينيين. فهون أنت عم تعمل دولة تانية مشابهة للصين اللي هي الهند. فإذا نعم الهند الآن حليفة لهم، لكن بعد 30 أو 40 سنة ممكن تكون هاي الهند تتحول إلى صين جديدة. فأنت شو بدك تعالج الموضوع هذا في المستقبل؟ هي الفكرة. بدكش تتكل على دولة ثانية، بدك تعمل دولتك زي نفس الشيء من هالنوع بالضبط. بالإضافة إلى الاقتصاد تصدير النفط اللي راح يطلع من كندا من أمريكا ومن فنزويلا اللي راح يشكل فارق كبير. شوف عزيزي الأستاذ أبو كميل، أنا قبل 3 أو 4 أشهر قلت للناس كلها، وعند منصة الأستاذ خالد هنا وكانوا الأخوة من جبل الباشان كلياتهم موجودين، قلت لهم بمجرد ما تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على النفط الفنزويلي ستضرب إيران، سيتوقف النفط العربي ويجب إغلاق مضيق هرمز. أعتقد أنه كل الأخوة اللي موجودين بيذكروا هذا الكلام، يعني عندنا بالآلاف الآن الموجودين على المنصة هون والمنصات الثانية. فكلام هذا حكيته بكل وضوح. ليش؟ لأنه توازن الاستراتيجي للبترول في العالم كلياته يتطلب إغلاق مناطق معينة إذا فتحت مناطق أخرى، وهذا مهم للغاية. طيب شو كمان؟ نعم لأنه النفط الفنزويلي أعماقه عالية جدا، ومسألة استثمار الحقول البترول مكلفة في فنزويلا، ما مثل النفط الخليج ونفط الدول الثانية. وبعدين كمان في نقطة مهمة للغاية، أنه النفط الفنزويلي من النوع الثقيل جدا اللي بتحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية. ليش؟ لأنه البترول الأمريكي اللي بتنتج 14.4 برميل يوميا هو من برنت الخام الخفيف اللي ما فيه ديزل وما فيه مشتقات بترولية تانية. فتحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أنه النفط الفنزويلي حتى ما تستورد ديزل. الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة في العالم مصدرة للبنزين. ليش؟ لأنه البرنت الخام الأمريكي خفيف وصخري وما فيه ديزل كتير والمشتقات الثانية والزيوت والمسائل كلها. استخراجه أغلى من الطريقة العادي بكثير طبعا أكيد. فلازم ما ينزل سعر البرميل البترول بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لحتى شركات البترول تستفيد عن $80، يعني يتفارق ما بين 65 إلى $80 ما بينزل تحت هذا. إذا نزل تحت هذا لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية استخراج البترول أبدا. وبالنسبة للنفط الفنزويلي بيكلف أكثر من هذا. فلذلك الشركات الأمريكية غير يعني مهتمة كتير أنها تستثمر في فنزويلا، لكن في حال إذا ارتفع البترول فوق $80 نعم هنا ستفتح شهية الشركات الأمريكية للبترول كلها أن تروح تستثمر في فنزويلا. وهذا اللي عمله ترامب، هو رفع سعر البترول تقريبا فوق 80 بس ما بده إياه يعدي فوق 110 مثلا، راح يكون بين 80% في هاي بالضبط. هذا اللي بيخلي انه كل الشركات الامريكيه تتشجع بشكل كبير وتروح يعني تهرول الى فنزويلا للاستثمار فيها.
هنا شو بدك تسوي؟ لازم تسكر النفط اللي قادم من مضيق هرمز لحتى تحقق وتوازن هذا السعر بشكل مستمر. مليون في المية. نعم. وتضعف السعودية اللي بتحكمي في سعر النفط حاليا في الأوبك والتصدير. شوف، الدور الوظيفي للمملكة العربية السعودية حكيته بشكل مستمر دائما، راح أعيد الجزئية فيه. دور المملكة العربية السعودية دائما هو موازنة أسعار البترول في العالم. يعني هي بوجودها بمنظمة أوبك بلس ترفع إنتاج البترول 1,000,000 برميل، بتخفض 600,000، بتزود 1,000,000. فلما بيكون البترول يعني هابط جدا، شو بتسوي؟ بتقلل إنتاج البترول نوعا ما، هي ومنظمة أوبك مع بعض شوي، فبترفع السعر. عندما يكون السعر مرتفع جدا تزيد ضخ البترول أيضا في السوق، فتعمل توازن في السوق هذا كلياته. الآن الدور الوظيفي للمملكة العربية السعودية يجب أن ينتهي. مين راح يستلم مسألة موازنة البترول في العالم؟ هي إسرائيل. نعم. ليش؟ لأنه إسرائيل عم تطمح بشكل كبير جدا أنه تعمل مخازن للبترول اللي بيجي من من الخليج ومن العراق ومن كلياتها بالعرب بميناء حيفا أو في منطقة غزة أو ميناء غزة. هناك راح تكون الكميات هائلة جدا، وتعمل مصافي بترول فيها حتى، وخلط البترول الخفيف مع المتوسط مع الثقيل. هنا شو بده يصير؟ هي الإسرائيل بتصير تتحكم بضخ البترول في العالم وأسعار البترول، فتسحب الدور الوظيفي من المملكة العربية السعودية. هاي كشفنا لكم السر يعني بالمخطط. طيب أستاذ نبار، عندي سؤال بعد إذنك. هل النفط الموجود بالمنطقة كميته بتوافق أسعار الحروب أو الصرف على الحروب اللي عم بتصير حاليا؟ شوف، الكمية المتبقية. أعطيك معلومة حلوة. هاي تكلفة إنتاج أي برميل نفط في الشرق الأوسط ما يقارب $14، لأنه العمق ليس عالي وما يحتاجوا إلى تقنيات عالية جدا لحتى يسحبوا البترول هذا، والبترول بيكون من النوع المتوسط، يعني ما نقول الثقيل ولا الخفيف كتير، وما يحتاج إلى تكاليف عالية كهرباء أو غيره حتى يشغلوا الدفاشات بشكل مستمر بقوة عالية. فالتكلفة هي عبارة عن 14 إلى $15 مو أكتر. يعني إذا البترول انباع $25 تخيل، وانت بتنتج مثلا برميل 100 مليون برميل او 2,000,000 برميل، ايش قد الربح تبعك؟ ف الفرق انه البرنت الخام يحتاج الى $40 تقريبا، $45 لحتى تستطيع ان تستخرج البرميل الواحد. اما في الشرق الاوسط ما بتحتاج اكثر من $15 لكل برميل، وهذا فرق يعني في ضعفين. وهي النقطة اللي لازم نفهمها لحتى نفهم ليش انه النفط من الشرق الاوسط بيكون ارخص بكتير، لانه تكلفة الاستخراج ارخص بكتير. تفضلوا. يسعد لي مساكم جميعا. اتوقع الكل مشغول. هلا عمر. حي الله. هلا مساء الورد استاذ عمر. حي الله استاذ نبار ابو عامر والجميع. استاذ نبار، حكيت الفكره اللي كنت حابب اشارككم فيها، يعني اللي انت سبقتني عليها في موضوع اغلاق مضيق هرمز والفائده الاقتصاديه لامريكا وتحكم شركات النفط وتشجيع على استثمار فنزويلا بسبب التكلفة العالية. والله بدك تحكي مع الأستاذ أبو كميل اللي بيخرب أفكارك. هو اللي سألني. عم تحكوا عن مضيق هرمز وأنه شو فائدة أمريكا من إغلاقه. هل أمريكا مش حاسبة حساب من قبل بدء الحرب على إيران أنه المضيق هذا رح يغلق؟ كل الحسابات موجودة أكيد. هي بدها يغلق لحتى يرتفع سعر البترول. هي بدها يغلق 100%. وضربة فنزويلا قبل بدء الحرب على إيران بيأكد
هي شو المعنى من ضربة فنزويلا والتحكم في فنزويلا وبنفط فنزويلا وإعادة تدفق نفط فنزويلا للعالم. وانت حكيت يعني ما شاء الله عنك أستاذ نبار إنه أمريكا هي اللي بتتحكم بالنفط وهي اللي بدها شركات النفط اللي عندها تستثمر بفنزويلا بسبب التكلفة العالية. كان عندهم تردد، كنا سمعنا وقت اللي سيطرت أمريكا على فنزويلا إنه شركات النفط الأمريكية عندها تردد بسبب غلاء الأسعار، هي مش موافقة على الاستثمار بفنزويلا. 2 3 4 اجت ضربة إيران، فحاليا الكل بتوقع بيتسابق وبلش الشغل بالأمور هاي. بس الشيء اللي حابب استفسره منك أستاذ نبار عن تصورك لوضع لبنان ووضع الضربات اللي عم بتصير حاليا وتقدم الجيش الإسرائيلي بعد نهر الليطاني صوب الشمال. شو قراءتك للموضوع بالأيام والأسابيع القادمة؟ شوف أنا حاكي عن الموضوع هذا كتير كمان، وعند الأستاذ خالد كمان في شغلات كتير حاكي فيها. موضوع بعد نهر الليطاني هي أساسا ما بالنصوص التوراتية عشان أكون واضح، ولا بالنصوص التلمود أبدا، ولا بالتعاليم الدينية اللي موجودة عند أو الكتب القديمة خلينا نقول عند اليهود بشكل كامل. لكن الحاجة إلى ماء نهر الليطاني ضرورة ملحة على إسرائيل. فأنا قبل فترة طويلة جدا كنت بتحدث دائما أنه ضفتي نهر الليطاني راح تأخذها إسرائيل لا محالة، لأنه الصراع على المياه مهم جدا، والشمال الإسرائيلي يحتاج إلى نهر الليطاني. هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية اللي موجودة أنه أساسا لبنان كدولة هي لها دور وظيفي، انتهى الدور الوظيفي أيضا بالفترة اللي احنا شايفينها. يعني إعادة تقسيم المنطقة راح يحتم تماما أنه ما بيبقى شيء اسمه لبنان كدولة، لكن كأرض راح تبقى طبيعي. لكن هاي الأرض هاي كلياتها راح تتقسم، في قسم راح يروح مع الباشان بالمستقبل، وفي قسم راح يروح مع سوريا، وفي قسم اللي راح تأخذوه إسرائيل. وهذا شرحته بالخرائط أيضا. هي مسألة وقت وإفراغ المنطقة، وكل فترة يعني احنا شفنا بال82 كمان إسرائيل تقدمت ودخلت ووصلت إلى بيروت وقتها، لكن الظروف الإقليمية والدولية والحرب الباردة وعدد إسرائيل وقوة إسرائيل ما كان يسمح لها أنه تستمر بالسيطرة وقتها، فانسحبت ورجعت كررت الانسحاب الثاني. إمتى؟ مرة ثانية لما سحبت من الجنوب كلياته وسلمته لحزب الله، سلمته وديعة لحزب الله، لأنه عرفانة أنه حزب الله نفسه هذا اللي راح يكون ذريعة أنه ترجع مرة ثانية إسرائيل تأخذه بعد فترة. وهذا اللي بتشتغل فيه إسرائيل من سنوات طويلة جدا. شوف لاحظ، إسرائيل أعلنت بالبداية شو عملت؟ كانت موجودة الكتائب اليهودية بالأساس، وشوي شوي كبرت وتوسعت إلى ما أعلنت حدود ال 48 وإسرائيل بسنة عام 1948. بعدين بفترة بسيطة جدا راحت بال67 أخذت سيناء وأخذت الجولان وأخذت مناطق شاسعة جدا الضفة الغربية وضمته كلياته. يعني أساسا المناطق يعني القدس والضفة الغربية هي كلها كانت تابعة للأردن، ما كانت تابعة للدولة مستقلة لحالها ولا كانت تابعة لإسرائيل. إلى عام 67 تخلت عنها الأردن. يعني بعطيكم معلومة مهمة للغاية، أن الأردن تنازلت لإسرائيل عن القدس وعن الضفة الغربية، وهي كانت أساسا وين؟ بالأمم المتحدة كمان وبالدول العربية كلها كانت تابعة للأردن بشكل حكم ذاتي مع الأردن، تخلت عنها الأردن تخلي. بعدين حرب 73 رجعت سلمت مناطق من اللي احتلته بال67 إسرائيل اللي مع سوريا، وبعدين باتفاقية كامب ديفيد مع مصر رجعت سلمت كمان سيناء وخط بارليف إلى مصر. ليش؟ لأن الظروف الدولية اللي كانت تحكم بوقتها كانت أقوى من قدرة إسرائيل على الاحتفاظ بالمناطق هاي كلياتها وإدارتها. هلا بنرجع نحن ل 82 رجعت أخذت جنوب لبنان ووصلت لأطراف بيروت وأخذت بيروت، دخلت جيش الدفاع الإسرائيلي دخل بيروت أيضا، ورجع مرة ثانية تراجعت إلى الوراء. فإذا مسألة إسرائيل تاريخيا هي مد وجزر والاحتفاظ بالقليل، مد وجزر والاحتفاظ بالقليل. يعني هلا بدي أعطي معلومة مهمة جدا للأخوة الموجودين بالسويداء. مو إسرائيل اللي ما بدها تجي تدخل، لا، سياسة إسرائيل حاليا ما بدها تفوت لعندكم، لأنه هي بتشتغل بمسألة تاريخية وطويلة جدا. أخذت مكان
تمكنت منه ما قدرت تتمكن كتير وكذا وهاي وصارت الظروف صعبة بتتراجع شوي، يعني بتاخد شبرين وبترجع شبر لورا، بترجع بعد فترة سنوات بتاخد 3 أشبار وترجع شبر واحد لورا. هيك بالعملية شلون حققت 3 أشبار وبترجع مرة تانية. يعني إسرائيل ممكن تدخل الآن شوي لدرعا وترجع شوي لورا وترجع مرة تانية بعد فترة تاخد شويتين من درعا وترجع شوي وحدة لورا. شلون حققت هيك؟ مع الوقت هي فايتة مسافة أكبر من اللي تركته بالأساس، وهي هاي كمعادلة تفاضلية رياضية بتشتغل فيها بالطريقة هاي. فإسرائيل نعم ممكن تاخد قسم كبير من لبنان وترجع تنسحب من قسم جزء منه وترجع بعد سنوات تانية تاخد هذا الجزء اللي تنازلت منه وجزء تاني معه، وهي الاستراتيجية اللي بتشتغل فيها. تفضلوا. بحكم جبهة لبنان تختلف كليا عن جبهة إيران، يتم التقدم وتنظيف هذه المناطق لحد أنه إذا كان المجتمع الدولي أو الحالة السياسية والإقليمية ما بتسمح له تبقى بهذه المناطق ككل، بتفاوض على فكرة ما بين النهرين. أما جنوب الليطاني هي ما عاد رح تنسحب، هي رح تبقى ضفتي نهر الليطاني هذا خلص صار. أنا بقول لك شغلة واحدة أستاذي الكريم، شوف أنت وكل الأخوة الموجودين اللي بيظن أنه إسرائيل بدها تنهي حزب الله ما بيفهم شيء بالسياسة، مع احترامي كل الناس، لأنه إسرائيل تلزم حزب الله يلزم إسرائيل بعد فترة، لأنه هو الذريعة اللي رح يتوسع فيها أكثر مع المستقبل ورح يدخل مناطق تانية. فإسرائيل لن تنهي حزب الله، بالعكس تماما. إسرائيل كل فترة تضرب حزب الله بحجة حزب الله تأخذ منطقة تانية، وهذا اللي بتسويه في سوريا رح تسويه في سوريا مع زعتر أيضا، مع جماعة الجولاني وغيره. بكرة بتضربوا وما رح تنهي الأذرع السنية أبدا، بس رح دائما تخليهم بيضعفوا تحت سيطرتها. يعني ما بتطلع حدود القوة اللي بدها إياها هي، وهيك تاخذ شوي من درعا وبترجع تعطي وبترجع تاخذ من هونيك. وهي الذريعة شو بدها تدخل بالمستقبل على الشام؟ سؤال، شو بدها تاخذ لحدود حما وحمص؟ ما بدها ذريعة، فما رح تنهي هدول كلياتهم. اللي بيفكر انه اسرائيل رح تنهي هدول كلياتهم بيكون يعني بعيد جدا عن الواقع بصراحة. استاذ مبار، تكميلي لحكي خي عمر، إسرائيل أعلنت اليوم إنه جنوب الليطاني، يعني جنوب حدود الليطاني شو بيقولوا منه تاك مقطوع تماما عن لبنان، منطقة عازلة صار. حزب الله مزبوط مش راح تنهي، أما له كمان وظيفة ثانية، واحد منها إنه ذريعة على إسرائيل، ومن شقة الثانية الوظيفة الثانية إنه يشارك في حرب السنة اللي جايين من سوريا، يكون زي ما بيقولوا كفة الميزان. راح توقف إسرائيل هون وين أخذت في لبنان، ومشروعها راح يبتدي في الجنوب السوري. وصحيح مش راح تنهي زعتر ولا جماعة السنة، راح تخليهم كفة ميزان للشيعة في لبنان. ويعني بقولوا اضرب الظالمين فضرب الظالمين، بقولوا عندنا لول نفس الشيء بتصير، يعني الشيعة والسنة بيتخابطوا في بعض. وانت بدها إسرائيل عندها الذريعة تفوت على لبنان أو على سوريا، من ناحيتها الشقتين ربحاني. طبعا راح تخليهم محجمين في قوة محدودة اللي ما مش ممكن يكون خطر على دولة إسرائيل إلا وقت الحاجة، إنه يكون لازم إسرائيل اجتياح أو تبرير وسيلة لتبرير اجتياح في جنوب السوري أو في لبنان. صحيح هذا الكلام، أنا شرحته كتير كمان. يعني إنه اللي بيظن إنه إسرائيل بدها تنهي هذا الطرف أو هذاك الطرف أو الطرف الآخر بيكون هو غلطان كتير، لأنه هاي أساسا هي ذرائع لإسرائيل في المستقبل لحتى عن طريقة تدخل على الإقليم كلياته وتسيطر أكتر، وهذا أمر طبيعي جدا، لكن بضوابط وحدود. ما بيصير أي دولة أو أي منظمة موجودة في الشرق الأوسط كلياتها بتكون متفوقة على إسرائيل، على الأقل بالقوة الجوية. القوة الجوية بدك تقول لي كلام عاطفي، ما أظن إنه ما في دولة في العالم تتفوق عليه. لا، الولايات المتحدة الأمريكية بتتفوق عليه. يا زلمة هي شفناهن في إيران 200,000 طلعة الإسرائيلية وقديش طلعوا ودبوا طيارتين أمريكانية. ما هو المشكلة هن بيقولوا إن اللي رجعوهن هن، بس إسرائيل بيعرفوا مين اللي رجعهن. بيقصد بكميل بخبرة الطيارين أستاذ نوبار. هلا بخبرة الطيارين لا، الإسرائيليين أقوى كتير وأشجع ومدربين أقوى، تدريب أقوى. نعم
هذا كلام صحيح. لأن كمية الحروب وكمية الاشتباكات اللي آخر 3 سنوات عم يخوضها الجيش الإسرائيلي غير على مر التاريخ اللي إلهم هن من وقت اللي توجدت دولة إسرائيل لليوم هن بحروب معلنة وغير معلنة. فكمية الخبرة والتجربة اللي صارت عندهم على القتال والتخفي والمناورات شيء مش طبيعي، يعني حتى الجيش الأمريكي ما عنده إياه. صحيح. مليون في المية. الجيش الأمريكي من حرب العراق ما استعملش طيرانه. صحيح. من مسألة من ناحية الطيارين وتدريب الطيارين بتفق معاكم وهي، لكن من ناحية التكنولوجيا أمر مختلف طبعا. طيب أستاذ نوبار، تتوقع الجو الإقليمي مساعد للجنوب السوري حاليا ولا فقط للجنوب اللبناني رح يكون في توقف وبعدين رح يصير في حركة شيء بالجنوب السوري، لعبة سياسية ما حركة إرهابية، أو الوضع لازم تهدى المنطقة فترة معينة وترجع تعود الاشتباكات، أو الحرب رح تستمر؟ هلا الحرب بدها تستمر أكيد. هاي الشغلة الثانية، مو كل الجبهات انفتح مع بعض. يعني إسرائيل ما هي بالسذاجة هاي، بتفتح الجبهة السورية حاليا والجبهة العراقية والجبهة اللبنانية والحوثي أيضا في اليمن، وتروح تضرب إيران كمان بنفس الوقت. هذا كلام يعني مبالغ فيه، واللي بيظن إنه والله إسرائيل قادرة، نعم قادرة، لكن منهك مكلف بشكل كبير الموضوع هذا. فلذلك الوضع في سوريا الآن جابوا هذا الجولاني وحطوه على الحكم بالأساس، هو أساسا ما بيحكم، هو حكم فصائل اللي موجود، وجابوا له الفترة هاي كلها لإيش؟ أول شيء شوف وجود بشار الأسد وعاملين العملية هاي حاليا على لبنان وعلى إيران بنفس الوقت، كان ممكن تكون فيها مجازفة وحسابات كانت راح تكون معقدة أكتر. فجابوا لك هذا اللي هو أساسا يعني بفكره السلف الجهادي اللي موجود، هو معادي للفكر الشيعي، فلا يمكن أن يلتقوا مع بعضهم، وخلوه هلا كفترة مؤقتة. يعني أنتوا اللي بيظن الجولاني موجود في حكم سوريا بشكل دائم بيكون واهم جدا أيضا. هذا بس جابوه حاليا لفترة معينة جدا لحتى ينتهوا من بعض المشاريع، وعنده هو دور وظيفي. الدور الوظيفي هذا يعني يبدو انه ما قام فيه. حتى شفنا احنا يعني التسريبات اللي خرجت من زيارته الى بريطانيا، واكدت انه البريطانيين يعني بكل وضوح قالوا له نحن ما نقدر نحميك لا من اسرائيل ولا من الولايات المتحدة الامريكية، وانت جنحت بشكل كبير لتركيا. وفعلا تركيا يعني أصبحت لها أصابع في كل مفاصل سوريا، مع أنه عسكريا ما قدرت تتوغل في سوريا نهائيا ولا تبني قاعدة عسكرية واحدة في سوريا، لكن بشكل مخابراتي وكتير الأتراك لهم يد عليا في سوريا حاليا. طبعا هل إسرائيل ستسمح لتركيا أنه تقترب من حدودها بالطريقة اللي شايفينها إحنا هاي؟ لا أكيد. فإحنا بدنا نشوف حرب وكالة كبيرة جدا على الأرض السورية نفسها ما بين إسرائيل وتركيا نفسهم. يعني هلا في كتير ناس بيقول لي مين الوكيل تبع إسرائيل على الأرض السورية؟ راح يطلع وكلاء كتير ما مبينين حاليا، ونفس الوقت راح نشوف وكلاء ينقلبون على تركيا نفسها، لأنه هالكتائب اللي موجودة في داخل سوريا حاليا مو كلهم على الأتراك. يعني في السلفيين الجهاديين اللي بيكفروا تركيا نفسها وبيعتبروا تركيا هي نفسها عدو، وفي عندك قسم من الكتائب اللي موجودة هي اللي موالية لتركيا بشكل كبير. فإحنا راح نشوف فوضى بالمستقبل، فوضى كبيرة جدا. لكن الفوضى هاي شلون راح تكون؟ راح تكون ضمن حدود اللي إسرائيل قادرة تسيطر عليه بكل قوة. يعني ما تكون يعني الفوضى هاي خارج إطار السيطرة، وهذا هو المهم. وراح نشوف نحن يعني حتى دول عديدة جدا راح تظهر لها يعني خلينا نقول وكلاء في سوريا. نعم عندك فرنسا، عندك روسيا، نعم دخلت أوكرانيا على الخط. ليش جابوا الأوكران وزيلينسكي إلى سوريا الآن؟ لحتى يعملوا توازن مع الروس أيضا نفسهم. فسوريا أنت يعني راح تشوف فيها حرب عالمية مصغرة بشكل كبير جدا، تركيا وإسرائيل وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأوكرانيا دخلت على الخط، والولايات المتحدة الأمريكية كلياته. هذا كليات تخيل حجم الخريطة الصغيرة اللي موجودة، وكل هؤلاء موجودين على الأراضي السورية ويتصارعون لا غلب لمن.
هذا ما راح نشوفه في المستقبل. طيب أستاذ نوبار، كان في تقرير استخباراتي قبل بأسبوع من زيارة زيلينسكي لسوريا أنه تم التواصل من الدول الخليجية مع زيلينسكي للحصول على المسيرة الذكية ستينك على ما أظن لا، اسمها. ما هو تقارير مخابراتية، هذا طلع بشكل علني، وكل الدول الخليجية حاليا اشترت من زيلينسكي هاي النوع من الطيارات اللي بيتكلف $2500. وأيضا تركيا حابة أنه أحمد الشرعي يحصل عليها، لأنه في حال صار صراع ما بينه وما بين الأذرع الشيعية مثلا أو روسيا، أو ضرب مثلا القواعد الروسية، لأنه الروس أيضا مشترين طائرات الشهد الإيرانية، وهذا ويستعملوها بشكل كبير في روسيا أيضا. فهون هذا صراع دولي كبير جدا. فزيلينسكي عم بيقدم أوراق اعتماده للدول الخليجية ودول العالم كلياتها انه انا عندي تقنيه بسيطه جدا وقادر اني اواجه كل المسيرات اللي موجوده. على فكره الطيارات الاوكرانيه قادره على اسقاط طيارات البيرقدار التركيه ايضا، واخراجها عن المعادله نهائيا، وهي تكنولوجيا سهله جدا وبسيطه ورخيصه. نعم. يعني طبعا أنا التقرير ما كملت كلامي. التقرير بيقول أنه هو طلب الحصول على صواريخ باتريوت من الدول الخليجية، لكن رفضت أنه هي بحالة حرب ومش قادرة تبادل صواريخ بمسيرات، فكان العرض مرفوض. فأنت عم تقول أنه تم الاتفاق بشكل مادي. هل زيارته لسوريا ممكن امداده بالسلاح وإسرائيل رح تقبل بشرائه لمسيرات وغير هيك أمور؟ يعني خليني أجاوب على الشق الأول، لأنه في كلام شوي ما دقيق ببعض النقاط اللي حكيتها حضرتك. لا تستطيع أي دولة في العالم مبادلة أسلحة مشتريتها من دولة أخرى إلا بموافقة الدولة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما قدمت لزيلينسكي صواريخ باتريوت، ولا قدمت له توماهوك، ولا يستطيع أي دولة في العالم أعطاها لدولة أخرى إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية. وهي نقطة مهمة للغاية لازم نحطها في الحسبان أيضا، لأنه يعني دولة هذه بيسموها طرف ثالث، لا تستطيع شراء سلاح بايعتك إياه، وخصوصا الأسلحة الأمريكية. هلا لو كان روسيا، نعم، الروس ما عندهم العقود هاي، انه انت اشتريت من عندي. الروس يهمهم يبيعوا، مين يبيع مين بعدي ما همهم نهائيا. لكن الامريكان حريصين جدا بالنقاط هاي، يعني اذا يبيعوا اي دولة سلاح ممنوع الدولة هاي تعطي حتى رصاصة واحدة لطرف ثالث من دون موافقة الولايات المتحدة الامريكية. هاي نقطة مهمة بدنا نحسبها بالحسبان. طبعا في المستقبل راح نشوف تحالف روسي اسرائيلي كما كان في تحالفات سابقة ايضا. يعني بايام بشار الاسد كان التحالف الروسي الاسرائيلي واضح جدا، وكان الطائرات الاسرائيليه تسرح وتمرح فوق سوريا وتضرب اي موقع بدها اياه، والقوات الروسيه كانت مسيطره على اجواء سوريا كلياتها، وما دخلت يوم من الايام او منعوا اي طائره اسرائيليه تطير فوق سوريا الروس. وشفنا نحن لما كانوا الاتراك يحاولوا يتقدموا بأي نقطة معينة من ناحية الطيران، الروس كانوا يوقفوا بوجههم مباشرة. وحتى الطائرات الأمريكية ما كانت تطير فوق سوريا إلا عن طريق أخبار الروس والخط الساخن اللي حصل وأنشأوه بعد قمة شنغهاي اللي حصلت في الصين ما بين أوباما وبوتين وقتها. فما كان يوم من الأيام الروس والإسرائيليين أساسا في سوريا متنافسين نهائيا، ما في منافسة بيناتهم بالتاريخ كلياته. فلذلك نعم ممكن نشوف تحالف روسي إسرائيلي قوي جدا ضد تحالف زيلينسكي تركيا الجولاني، ومهم جدا للروس. وممكن الروس يقتطعوا الساحل السوري أيضا بسبب هاي الخطأ الكارثي اللي راح يرتكبه أبو محمد الجولاني بأنه يدخل الأوكران، لأنه الأوكران صار لهم فترة طويلة جدا بيحاولوا بأي شكل من الأشكال إنه يدخلوا على سوريا ويضربوا القواعد الروسية، لأنه الأوكران بيطاردوا كل القواعد الروسية حتى في وسط أفريقيا، في البحر المتوسط، في المحيط، في البحر الأسود، في كل مكان الأوكران بيحاولوا بأي شكل من الأشكال بأي مكان إنه يضربوا الروس فيه. وكانوا يحاولوا عن طريق وقت بشار الأسد إنه يدخلوا أيضا عن طريق الأتراك، ودخلوا كتير على الشمال السوري، لكن لم ينجحوا انه يوصلوا للقواعد الروسيه او يضربوها، سواء قاعده حميميم او طرطوس.
لكن في الوقت الحالي نعم الأوكران تمكنوا وممكن يوصلوا للقواعد الروسية، فلذلك راح نشوف تحرك روسي إسرائيلي، وهنا المصلحة مشتركة. أنا ضد تركيا كإسرائيل، وأنت ضد أوكرانيا اللي متحالفة مع تركيا، فالمصلحة كمان نعم مختلفة، لكن ضرب الطرف هذا مصلحة مشتركة صارت، مثل ما قصة إيران اللي حكيتها. تفضل. يعني الجولاني وقع بالفخ هلا بالنسبة لروسيا. اللي وقعوا بالفخ الأتراك بدهم مصالحهم، نعم، ما بيهمهم الجولاني يخسر، الشعب السوري يموت ما يموت، كله هذا كلام وراء للإعلام، ومعروف سيد الإعلام والكذب بالعالم كله هو أردوغان. نعم. يعني أستاذ نبار، فشلت دول عدم الانحياز ودول العالم الثالث أيام الحرب الباردة تعمل اللي عم يعمله الجولاني. راح لأمريكا، راح لروسيا، راح لبريطانيا، راح لفرنسا، راح لألمانيا. بتحسه هو بفكر حاله بده يوحد العالم من قلب دمشق، يعني مش عارف هو بصف مين بده يوقف ولا عارف هو يحاول شو هو يعني عم يكبروا له براسه الاتراك وهو بيروح عادي. خلينا نعطي التوصيف السياسي الحقيقي. يعني توصيف استاذ نبار، خلينا نكتة. خي عمر بفوت مع اهل العريس بيطلع مع اهل العروس، هو مش عارف وين الله حاطه. ماشي، هو تفضل استاذ. هو شوف بالتوصيف السياسي انه هو يحاول ان يخرج من الدور الوظيفي ويتحول الى الدور السيادي. شلون؟ لانه انت جيت حاله مؤقته وسلموك الحكم في سوريا بدور وظيفي معين، وهو عرفان هذا الشيء، فهو بيحاول انه يتخلص من الدور الوظيفي اللي جابوه ويتحول الى دور سيادي، يصير مثل حافظ اسد، يجوا يعطوا البريطانيين والامريكيين انه يا اخي مسموح لك تحكم 30 40 50 60 سنه، يعني مثل الدول العربيه كلياتها. يعني عندنا حسني مبارك خدم 30 سنه، عندنا زين الدين بن عابدين في تونس 30 سنه، شوف الارقام المتقاربه، صدام حسين 27 يعني قريب من 30 سنه. كل الرؤساء العرب تقريبا المدة تبعيتهم متشابهة، لاحظتوا هذا الشيء؟ فالآن فأيضا هو جاي بدور وظيفي ما له دائمي، إذا تثبت وصار بده يحكم له أقل شيء 30 سنة في سوريا، هذا كأقل تقدير أيضا. فهو يطمح الآن أنه يخرج من الدور الوظيفي ويتحول إلى الدور السيادي اللي يقدر فيه يكمل في سوريا مثل الرؤساء الدول العربية الثانية، وهذا أعتقد أنه صعب جدا عليه. هو ليش؟ بسبب الخلفية الإرهابية اللي موجودة عنده، يعني أنه هذا تابع لتنظيم القاعدة كان وجهادي ومعادي كان للغرب كلياته من فترة قريبة جدا، حتى ولو أعادوا تهيئته وتدويره وتلميعه وتعطيره اللي شفتوه أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وقاموا بتعطيره، هذا كله ما بيفيد نهائيا. هذا لك أنت دور وظيفي لأنه أنت الأفضل أنك تقوم بهذا الدور الوظيفي. ليش؟ لأنك أنت بتحمل فكر معادي للفكر الآخر المعادي اللي هو ولاية الفقيه. أنت بتحمل فكر السلفية الجهادية اللي بيكفر الفكر الشيعي نفسه. يعني جبت الجولاني على الحكم في سوريا ما لولا أنه جميل وقوي ومثل ما بيقول ترامب ورائع، لا، لأنه يحمل فكر معادي لفكر إيران ويحمل فكر معادي لفكر ولاية الفقيه. وهي النقطة المهمة للغاية، لأنه ما في أي فكر. شوف الصوفية والأشعرية وكله ما بيعتبروا شيعة كفرة أبدا، الوحيد اللي بيعتبر الشيعة كفرة وبيكفرهم وبيحلل قتلهم ويعتبرهم روافض هي السلفية الجهادية. فأفضل شيء جابوا لهم الإرهابي، معلش نلمعوا ونعطروا ونضبطوا ونخليه هو بالحكم مع جماعته اللي بيحملوا هذا الفكر كلياته اللي راح يخدمنا ضد الفكر الآخر المضاد اللي موجود. أتمنى تكون وصلت الفكرة. تماما. يعني هو أستاذ نبار، فكرتك مفهومي. هو يعني مش متخيل كمية التنازلات اللي راح يقدمها إذا بدهم يفكروا يبقوا بالحكم. وأنا ما بتوقع أساسا لو كل دول العالم بتوافق، إسرائيل ما راح توافق إبقاء هيك خلية أو هيك جيب ضعيف يتشكل لعشرات السنين على حدودها، لأنه هي عارف الخلفية تبعه. فهو بيحاول قدر المستطاع بيحاول تقديم تنازلات
موضوع عرضه ليدخل على لبنان، تجهيز جيشه، الموضوع اللي انت تكلمت عنه استاذ نبار انه عرض خدماته بلبنان، اسرائيل ما وافقت، فكل شيء عم بيحاول يقدمه هو فقط لارضاء اسرائيل لابقائه بالحكم. هو بيعرف مجرد ما ترضى عليه اسرائيل الدول الباقيه رح تصف خلف اسرائيل، انه خلص اعطوه فرصه. من السذاجة انه اسرائيل ترضى عليه بصراحة. بقول لك انا واحد ليش ارضى عليه بالطريقة هاي وكذا، وانا اقوى منه ولا يملك شيء، ودمرت كل سلاحه اللي كان راح يحصل عليه اول ما سقط النظام البائد تبع بشار الاسد. فانا ليش انا اقبل فيه بهذا؟ لا بالعكس، بخليه دائما تحت الضغط، لا اقبل فيك ولا انهيك نهائيا كمان. وامتى ما بدي افوت واضربك، وامتى ما بدي افتح لك ملفاتك القديمة تبعية الارهاب، وامتى ما بدي اسكرها كمان. الوقت اللي بدي اياك اعملك دبلوماسي ولابس جرافيطه بطلعك للعالم، والوقت اللي بدي البسك اللابيه قصيره افغانيه واعملك ارهابي، وافتح ملفات الاقليات، يعني اللي حصل في السويداء واللي حصل في الساحل واللي حصل مع الكرد بطلعه مره تانية قدام العالم كلياته باي وقت انا بدي اياه. فليش انا بدي اخليك لون واحد او شكل واحد؟ لا، خليك متعدد الاشكال ومتعدد الالوان، وامتى بدي اللون اللي بيعجبني بطلعه وبصدرك للعالم. هذا اللي بدي اعمله معه. 100% استاذ نبار، مش من مصلحه اسرائيل لا اتفاقيه سلام ولا تطبيع معه. أبداً، هيك سذاجة. معه وهيك حكومة. ايه، انا الحفاظ على حاله العداء مع هذا الشخص الموجود بدمشق هو من مصلحتي كاسرائيل لاكمال مشروعي وخططي بالمنطقه. صحيح. خلافي السياسي او الخلاف اللي تم وضعه باسرائيل من وقت دخول الجماعات الارهابيه هي على دمشق هي من مصلحه اسرائيل، صحيح. تكمله لمشروعها. فكل الناس اللي بتقول لك انه اسرائيل ما بدها توقع اتفاقيه امنيه، بدها توقع تطبيع كامل او سلام كامل، هي كله كذب واخبار صحف واخبار مجلات. ما في اسرائيل ما بدها لا اتفاقيه امنيه ولا تطبيع ولا سلام مع سوريا حاليا. اي سلام لما يكون بين طرفين متكافئين وندين وواحد ما يقدر للاخر، هذا يتوقع سلام. اما مع طرف ضعيف جدا ومنتهي وكذا وهاي، هذا بتوقع معاه اتفاقيه استسلام مو سلام. هون المفهوم. طيب طرف ضعيف وميت خالص، حتى اتفاقيه استسلام ما بوقع معه. انا بجيبه مثل ما بيقولوا كف امتى ما بدي، وببعده امتى ما بدي، وبجيبه امتى ما بدي. ليش؟ لحتى اوقع معه حتى اتفاقيه استسلام كتير عليه حقيقه. على كل انا بدي اسكر يعني على نعم. ليش لا التزم معه قصدك؟ طبعا ما التزم معه نهائيا، ضعيف جدا ومنتهي وما بيشكل لي اي شيء يعني، لا بالعكس. فما بوقع معه، متى اشأت بضربه ومتى حبيت بخليه وحسب مصلحتي. على كل بدي اسكر على اليوتيوب والفيسبوك لكل الاخوه اللي كانوا موجودين معنا، كل الحب والاحترام على الفيسبوك واليوتيوب، وراح نكمل على منصه التيك توك عند الاستاذ خالد والأخوة الموجودين من إسرائيل كلياتهم اللي كانوا معنا لنا الأساتذة. تحياتي لكم، ونلتقي في بث آخر إن شاء الله. هلا أنا بدي أخذ استراحة صغيرة وأنتم كملوا شوي دقيقتين بس.